القصة المقررة علينا السنة دي سنة أولى بعنوان ذا ليتل ريد هين الدجاجة الحمراء الصغيرة. طبعا القصة لطيفة جدا مكونة من بعض الكلمات والجمل البسيطة اللي ممكن تقرأها بمفردك، وهنلاقي كمان بعض التدريبات الموجودة على القصة موجودة في آخر الكتاب. حابة أنبه بس حاجة كده لأولياء الأمور إن فعلا منهجنا السنة دي تقيل ومليان. هنلاقي كمية لا بأس بها من الجرامر والكلمات، وطبعا محتاج الطفل يكون متأسس كويس، ومحتاج طبعا متابعة كويسة في البيت. النهاردة هنعمل إيه في الحلقة؟ النهاردة هنعرض بشكل سريع كده المنهج بتاعنا ونشوفه عبارة عن إيه، ونطلع على المنهج بالكامل من أول درس لآخر درس. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع بعض الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أولياء أمور طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي. النهاردة إن شاء الله موضوع حلقتنا هو عرض المنهج كونكت بلس 2024 الخاص بالصف الأول الابتدائي. هنعرضه إن شاء الله من خلال كتاب الباهر. كتاب الباهر بتصريح وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم الفني. سعر الكتاب 99 جنيه وعدد صفحاته 264 صفحة، بالإضافة ل عندي كتاب المراجعة النهائية الفاينل ريفيجن، وده بيكون 96 صفحة. طبعا الكتاب ده بيصرف بشكل مجاني مع الكتاب الرئيسي. طيب الكتاب ده الأول كده قبل ما نبدأ في عرض المنهج نشوفه كده ايه بيقدم لنا. ايه هنلاقيه؟ بيقدم لنا مراجعة على كل الوحدات الموجودة، وكمان عندي امتحانات نهائية في لآخر العام. بيوري الطالب شكل الامتحان النهائي لآخر العام عامل ازاي، وكمان عندي اجابات نموذجيه. تمام، ده كده الفاينل ريفيجن. نيجي بقى للمين بوك الكتاب الرئيسي، وكمان تعالوا كده نعرض المنهج بتاعنا، وكمان نشوف طريقه الكتاب في عرض محتوى المنهج عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم كده تعالوا نشوف منهجنا عباره عن ايه. المنهج بتاعنا السنه دي سنه اولى بيتكون من 2 themes، من محورين. المحور الاول بعنوان هو اماي من اكون، والمحور الثاني بعنوان ذا وورلد اراوند مي العالم من حولي. وكل محور من المحاور بيضم 3 وحدات بمجموعه 6 وحدات. مطلوب مننا الترم ده ان شاء الله دراسه 6 وحدات. تعالوا كده نشوف عناوين الوحدات عباره عن ايه. يونت 1 this is me هذا انا. يونت 2 meet my family قابل عائلتي. يونت 3 in my community في مجتمعي. يونت 4 on the farm في المزرعة. يونت 5 transportation وسائل النقل. يونت 6 the world around us العالم من حولنا. طيب الكتاب بيبدأ كده بمراجعة الكلمات، أهم الكلمات المفروض الطالب يكون عارفها زي الكالرز النمبرز، وكمان بعض الأشكال الهندسية وبعض الكلمات المهمة وبعض الصوتيات. طيب وبيعمل لنا كمان زي اختبار كده تحديد مستوى قبل بداية دراسة المنهج. وبيعرض لنا الكتاب الشخصيات اللي هيقدم من خلالها المنهج بتاعنا: ميس منى، هنا، هاني، بيزي، يوسف، أميرة. نبدأ في ثيم 1 بعنوان هو أماي من أكون. والوحدة الأولى تعالوا نشوف كده الدروس بتاعتها بتتعرض بشكل عامل ازاي. ادي أول درس معانا بيعرفنا هنا ازاي نعلم الطفل أن يحيي الآخرين. تمام، وبراكتس طبعا على اللسون. طبعا درس بسيط وسهل كده في البداية، وبعد كده هيبدأ في شرح الجرامر على طول. language focus الوظائف اللغوية. هناخد أول درس معانا هو صفات الملكية possessive adjectives، وهيقدم لنا كمان براكتس عليها. بعد كده شايفين طبعا كمية تدريبات قد ايه. بعد كده عندي الدرس التالي هيبدأ يدينا بعض الكلمات الجديدة علينا وبعض التعبيرات المهمة، وكمان هيبدأ يشرح لنا verb to have وبراكتس على اللسون. نبدأ في اللسونز من 7 و 8، وهيبدأ هنا يشرح لنا الفونكس، وهناخد الفرق بين letter B و letter P. تمام، وهناخد بعض الكلمات عليها وكمان براكتس. lesson 9 معانا، وده بيبقى خاص شوية بالساينس، وهيبدأ الكتاب يدينا بعض الكلمات المهمة اللي موجودة في الدرس وكمان براكتس على اللسون. شايفين طبعا الدروس بتتعرض بشكل عامل ازاي، وكمان الشرح للجرامر شرح مبسط وسهل، وكمان تدريبات كتير على الدروس وعلى الجرامر.
طيب كده اليونت معانا انتهت، وهيبدأ الكتاب يلخصها لنا في صفحة واحدة فقط، اهم الفوكابلري، اهم اللانجوج فوكس، اهم اللايف سكيلز، وكمان الفونكس. وبعد كده هيبدأ يدينا الاختبار على اليونت. طب احنا عايزين نراجع تاني على يونت 1، هنبدأ نمسك الكتاب ده ونراجع منها على يونت 1 مرة تانية. تمام، ندخل على يونت 2. يونت 2 بتتكون برضو من مجموعة من الدروس، تعالوا كده نطلع عليها. عندي ماي فاميلي، عائلتي، طبعا هنبدأ ناخد أفراد العائلة، وهيعرض لنا الدرس بالشكل دوت. وهنبدأ ناخد الوظائف اللغوية معانا، هو إزيس، من هذا. وهنبدأ نساعد الطفل أن يسأل ويجيب عن أفراد الأسرة. practice lesson 2. مستمرين في تعليم الطفل السؤال عن أفراد الأسرة، وهنبدأ ناخد السؤال do you have، هل لديك. تمام، والسؤال هنا yes or no، وازاي نجاوب على هذا السؤال. practice. بعد كده lesson 3 نبدأ ناخد الكلمات الجديدة، الادجكتيفز، الصفات، يعني طويل، قصير، تخين، رفيع، مضحك، عطوف، وهكذا. طبعا كل ده كلمات جديدة علينا وهنبدأ نحفظها. وهيبدأ برضو يشرح لنا بعض استخدامات فعل يكون لوصف الأشخاص. تمام، verb to be. practice. وبعدين هناخد lessons 4 and 5، وهنبدأ ناخد شجرة العائلة family tree، وبرضو هندرس verb to have وهناخد practice عليه. people in my family دوت عنوان lessons 6 and 7، وكلمات جديدة وبراكتس. lesson 8 هناخد هنا الفونكس، وازاي ننطق two letters مع بعض، الاس اتش والسي اتش والفرق ما بينهم ونطقهم. وده طبعا هنتعرف عليه من خلال دراسة بعض الكلمات زي ما احنا شايفين، كل حرف عليه بعض الكلمات اللي بتعلمنا ازاي ننطق الحرف ده. وبراكتس. وبعدين اخر 2 lessons معانا 9 and 10 هناخد درس بعنوان I help at home، ازاي اقدر اساعد في المنزل. تمام، وهنساعد اطفالنا على التعرف على الكلمات الجديدة في هذا الدرس. وبعدين هناخد البراكتس على الليسون زي ما احنا شايفين. طيب الوظائف اللغوية هنا او الجرامر هنا، هنبدأ نساعد الاطفال على ان يتعرفوا على صفات المقارنة، comparative، صفات المقارنة. وزي مثلا نقدر نقول ان شخص اطول من شخص، او شخص اكبر او اصغر من شخص. تمام، ازاي نقدر نعبر عن الجمل دي باللغة الانجليزية والجرامر يكون مظبوط. براكتس. وبكده تنتهي يونت 2. طبعا شايفين كمية الجرامر قد ايه مقدمة للطالب، لازم يكون طالب متأسس كويس، ولازم يكون عنده حصيلة كويسة من الكلمات عشان يقدر يكون جمل بشكل سهل وبسيط. طيب هنبدأ نراجع على اليونت في صفحة واحدة كده زي ما احنا شايفين، وكمان اختبار على اليونت. وهندخل في يونت 3. برضه هيبدأ يعرض لنا الدرس زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. وبرضو عندي هنا الجرامر بتاعنا، ازاي نعلم الطفل ان يسأل ويجيب عن الاشياء في الفصل، وطريقة السؤال والاجابة الصحيحة وتركيب السؤال. كل دوت طبعا مشروح في الكتاب، وبراكتس على الدرس. الدرس اللي بعد كده معانا classroom verbs، افعال تستخدم في الفصل، زي مثلا play، زي sing، زي write، زي look، زي listen، زي read، و eat and sleep. تمام، طبعا الحاجات دي كلها ممكن المفروض ان احنا نحفظها، وحفظ الافعال مفيد جدا للطفل في المرحلة دي، عشان من خلال افعال هيقدر يكون مجموعة كبيرة جدا من الجمل. طيب الجرامر بتاعنا هناخد صيغة الامر، هنبدأ نساعد الطفل ان يستخدم صيغة الامر في الاثبات والنفي. تمام، الشرح طبعا موجود قدامكم، وبراكتس على اللسن. مجموعة اسئلة كتيرة طبعا، والاسئلة هي اللي بتثبت الشرح لدى الطالب، وبتكون مهمة جدا لتثبيت المعلومة. طيب هنيجي بعد كده lessons 4 and 5، هناخد كلمات جديدة عن الاماكن في المدينة places in town،
وكمان هناخد براكتس على اللسن. درس جديد بعنوان at the park في الحديقة، كلمات جديدة طبعا وبراكتس. انا بس يعني ملاحظين كمية الاسئلة قد ايه. نيجي الليسنز 9 and 10 وهناخد برضو مجموعة من الكلمات الجديدة، وهندخل بقى شوية ماس في الليسن ده، مهارات الماس، وهنساعد اطفالنا على تعلم هذه المهارات وبراكتس على الليسن. lesson 11 برضو نفس الحكاية، وبينتهي يونت 3 وبنلخصها في صفحة واحدة. اهم الفوكابلري، اهم اللانجوج فوكس والفونكس وكمان الفاليو. واليونت كان عنوانها in my community في مجتمعي، والكتاب بيرجع لنا على اليونت. طيب بعد اول 3 وحدات ما بيخلصوا الكتاب بيعمل لنا مجموعة امتحانات كده حلوة عشان بيراجع على ال3 وحدات مع بعض زي ما انت شايف. تمام. وبعدين بنبدأ في ثيم 2 بعنوان The World Around Me، العالم من حولي. بنبدأ في يونت 4 ويونت 4 بعنوان On the Farm في المزرعة. وتعالوا نشوف كده الدروس والجرامر بتاعنا عبارة عن ايه. اول درس معانا Farm Animals، حيوانات المزرعة، وكلمات جديدة، وهنتعلم اسماء مجموعة من الحيوانات واجزاء جسم الحيوان، وكمان هنساعد اطفالنا ان ينظروا الى الصورة ويقرأوا ما بها. براكتس. طب تعالوا نشوف الجرامر هنا ايه. برضو الجرامر هنا هيكون verb to be، وهندخل بقى افعال جديدة واستخدامات جديدة الverb to be، وكمان براكتس على اللسن زي ما احنا شايفين. طيب اللسن بعد كده عبارة عن verbs and colors، افعال والوان. تمام. كلمات طبعا جديدة، والجرامر بتاعنا هيبقى عبارة عن البريزنت سامبل تنس، زمن المضارع البسيط، وازاي نعلم طفلنا ان يستخدم زمن المضارع البسيط مع ضمائر المفرد. براكتس، تدريبات كتير طبعا. طيب lessons 4 and 5 بعنوان forest، الغابة. طبعا زي ما احنا شايفين القاموس المصور بتاعنا صورة مع الكلمة مع ترجمتها. هيبدأ الطفل يحفظ الكلمات الجديدة، وكمان هيبدأ يحل البراكتس على اللسن. نيجي على lesson 6 وهناخد برضو في اللسن دي بعض الكلمات الجديدة زي ما احنا شايفين، وهنعلم الطفل ازاي يعتني بالبيئة. تمام. براكتس. lesson 7 هنبدأ ناخد مجموعة من الكلمات، وهنبدأ نعلم الطفل الكثير عن الأشياء التي يحتاجها أو يحتاج إليها الحيوانات والنباتات لكي تعيش. براكتس. lesson 8 بعنوان زهرة عباد الشمس sunflower، وهنبدأ نساعد الطفل ان يتعرف على الاجزاء المختلفة للنبات، تحس انه شوية ساينس، وهيبدأ يديك براكتس على اللسن ده. طيب اللسن اللي بعد كده معانا اللي هو lessons 10 and 11 هنتكلم عن الهابيتاتس اللي هي البيئات او المواطن المختلفة. هناخد بعض الكلمات الجديدة، وكمان هنعرض الدرس زي ما احنا شايفين كده، والكلمات بشكل قاموس مصور، كل كلمة معها صورتها ومعها ترجمتها. وبعد كده هناخد براكتس على اللسن. يونت 4 بتنتهي والكتاب بيلخصها لنا في صفحة واحدة زي ما احنا شايفين، وبيعمل لنا براكتس على اليونت ككل. وهنبدأ في يونت 5 بعنوان ترانسبورتيشن، وسائل النقل. اول درس معانا بعنوان ترانسبورتيشن، وسائل النقل. هناخد بقى وسائل النقل المختلفة زي البايسكل، الكار، البوت، فان، تراك، باص، ايربلين. كل دي وسائل نقل بنستخدمها ومهمة في حياتنا. طيب هنعمل ايه هنا؟ هنبدأ نساعد الطفل ان يسأل ويجيب باستخدام كان. تمام. يبقى هنا كده هنبدأ نعلم الطفل تكوين جمل واسئلة باستخدام كان. براكتس. طبعا المنهج تقيل جدا ومليان وعايز شغل جامد جدا، سواء حفظ كلمات او تدريب على جرامر. طيب
lessons 4 and 5 هنبدأ ناخد طبعا كلمات جديدة زي ما احنا شايفين. وبالنسبة للجرامر هنبدأ نساعد الطفل أن يسأل ويجيب عن كيفية الذهاب إلى المدرسة. طبعا هنعلمه مجموعة من الأسئلة وإزاي يقدر يكون الأسئلة دي وإزاي يقدر يجاوب عليها. براكتس. lesson جديد بعنوان prepositions of place، حروف الجر للمكان، وبليسز الأماكن. هناخد بعض حروف الجر وهناخد بعض أسماء الأماكن، وهنبدأ نعلم الطفل إزاي يستخدم حروف الجر للمكان. براكتس. هنبدأ ناخد فونكس وإزاي تنطق حرفين ال TH وال ST باستخدام مجموعة من الكلمات من خلالها تقدر تعرف النطق الصحيح للحروف. براكتس. بعد كده ليسون جديد بكلمات جديدة وكمان تدريبات على الدرس. طيب ليسون 10 معانا بعنوان stay safe، ابقى آمنا. وهنا هنبدأ نساعد الأطفال أن يكونوا آمنين عند ركوب الدراجة أو قيادة السيارة. هنعلمهم بعض التعليمات المهمة كده المفروض يلتزم بيها أثناء قيادة الدراجة أو ركوب السيارة. تمام. طيب lesson 11 هنبدأ ناخد بعض الكلمات الجديدة وكلها طبعا عن الفضاء زي ما احنا شايفين، وهنبدأ ناخد براكتس طبعا على الليسون. طيب يونت 5 هتنتهي وهيرجعها لنا كلها في صفحة واحدة زي ما احنا متعودين، وكمان عندي تدريبات او اختبار على يونت 5 ونبدأ في يونت 6 ودي اخر يونت معانا في الترم ده. واليونت دي بعنوان، تعالوا كده نشوف عنوانها ايه. بعنوان The World Around Us، العالم من حولنا. تعالوا كده نشوف دروس اليونت دي عبارة عن ايه. ادي اول درس معانا بيتكلم برضو عن الهابيتس، انا شايفه اللي هو بيتكلم عن السي والبيتش والديزرت والساند وغيرها من الاماكن. شايفين الدرس معروض بشكل حلو قوي زي ما احنا شايفين كده، وبنبدأ بقى نعلم الطفل ازاي يستخدم there is و there are للحديث عن الاماكن. there is و there are معنى هناك، ولكن للمفرد او للجمع. طب هيبدأ الكتاب يشرح لنا بشكل تفصيلي ازاي نستخدم الكلمتين دول في الكلام عن او الحديث عن الاماكن، وكمان هيقدم لنا براكتس عليها. طيب بعد كده هناخد الصفات الادجكتيفز، وكمان هنبدأ ناخد كلمات جديدة نحفظها، وممكن تلاقي بعض الكلمات المكررة طبعا في المنهج، وبراكتس على الليسون. cities in Egypt، مدن في مصر. هنبدأ ناخد اسماء بعض المدن زي الكسندريا، كايرو، جيزة، بورسعيد، طنطا، الاقصر. تمام، اسماء بعض المدن او المحافظات. وكمان هنبدأ نعرض الدرس وهيعمل لنا براكتس على الدرس. lesson 7 and 8 هناخد فيها amazing places in Egypt، اماكن مذهلة في مصر. هنبدأ نساعد الطفل طبعا ان يتعرف على الكلمات الجديدة، وكمان انه يبدأ يقرأ بمفرده بعض الجمل الموجودة في الدرس. براكتس. lesson 11 بعنوان dealing with heat، التعامل مع الحرارة. ازاي تقدر تتعامل مع الحرارة، وازاي الطفل كمان يقدر يقرأ هذه الجمل من الكتاب ويقدر ان هو يقراها ويفهمها بمفرده. وبعد كده هنقدم براكتس للطالب، تدريبات، وبتنتهي يونت 6 والكتاب بيرجعها لنا في صفحة واحدة اهم الفوكابلري، اهم اللانجوج فوكس، اهم الفونكس، وكمان تدريبات على يونت 6. طيب في نهاية الكتاب هنلاقي قصة لطيفة كده اسمها The Little Red Hen، الدجاجة الحمراء الصغيرة. وهنبدأ في عرض القصة كده، قصة حلوة قوي وشيقة هيبدأ يقرأها الطفل. هي قصة بسيطة خالص فيها كلمات بسيطة، والصور الموضحة للقصة زي ما احنا شايفين هتخليها أكثر استمتاعا. وهيبدأ الكتاب يعرضها لنا وكمان يقدم لنا بعض التدريبات عليها زي ما احنا شايفين. تمام، وبكده ينتهي منهج كونكت بلس. المنهج تقيل ومليان والجرامر بتاعه يعني عايز شغل جامد، وبرده في كلمات كتيرة موجودة معانا في المنهج، ولكن مع المتابعة ما نقلقش خالص. وبكده تنتهي الحلقة بتاعتنا النهاردة. اتمنى اكون قدرت افيدكم. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.